وما دام العلماء موجودين ما نخافوا، ما نخافوا. لكن إذا فقد العلماء نخافوا، إذا ما بقاش عالم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الإمام البصيري قال: لم نخف بعدك الضلالة وفينا وارثو النور هديك العلماء. لم نخف بعدك الضلالة وفينا وارثو هديك نور هديك العلماء. فالعلماء رحمة للعباد ونور لأبصار العباد وهداة يهتدى بها في هذه الدنيا. مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. لذلك ينبغي أن نراعي للعلماء حرمتهم، نقدرهم حق تقديرهم، نتأدب معهم ونحترمهم ونطيعهم ونسمعهم ونطيعهم، لأنهم هم الهداة، هم الدالون بالله على الله، هم الذين يخرجون الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، هم الذين يخرجون الناس من البحر المضطرب إلى شاطئ الأمان، لأنهم ورثوا النور الذي جاء به سيد المرسلين، ورثوا العلم الذي ورثوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث، نحن ما تركناه صدقة، وإنما ورثوا الدين أو العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما، وإنما تركوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعالم أخذ حظه وحقه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم، وكثير من الناس زاهدوا عن هذه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء يصيح في السوق يقول: إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم هنا، اسرعوا إلى أن تأخذوا من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم حظكم. فتسارع الناس إلى المسجد ولم يجد